شو هذا بير مي؟ موتور مي تفضل تفضل. بلدية عتيل المنطقة الأخ رائد أبو صاع رئيس بلدية دير الغصون. يا مرحبا يا مرحبا، أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوا المسجد الأقصى فصلوا فيه، فإن لم تستطيعوا فاسرجوا له زيت يضوى في قناديله. اسمحوا لي باسم الشعب الفلسطيني وباسمكم عامة في منطقة الشعراوية وباسم اخواننا المزارعين خاصة ان نرحب بهذا الوفد الكريم، سمو او الشيخ جاسم حيا الله من الهيئة الخيرية القطرية، والاخ من جمعية الأسمر او مؤسسة الأسمر الخيرية للأعمال الخيرية، ومن الأخوة في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق. اهلا وسهلا بكم الاخ رجب الزبيدي، اهلا وسهلا بكم. العام المساعد للهيئة الهاشمية. خطبتم اهلا وطئتم سهلا في فلسطين. انتم في ثغر من ثغور الرباط كما ترون، فها هو جدار الفصل العنصري امامكم الذي اقتطع آلاف ومئات الدلومات من اراضينا، واننا ان شاء الله يا سعادة الشيخ صامدون في هذه الأرض ولن نتزحزح عنها قيد أمنا، متمنيين عليكم. لا نريد منكم إلا أن تشتروا منتجاتنا الزراعية في هذه المنطقة. لقد كانت هذه المنطقة وكما تعلمون بأن الأخ أبو ثابت ومنذ الستينيات يعمل على هذه الآبار الأردنسية. لقد قلت لكم: من لم يستطع أن يأتي المسجد الأقصى فليسرج به زيت، فلنسرج لهؤلاء المزارعين زيتا ليثبتوا على هذه الأرض. لا نريد منكم أموالا، إنما نريد أن تعودوا كما كان في السابق، أن تشتروا بضاعتنا، هذه البضاعة الجيدة، هذه البضاعة الممتازة التي إن لم تكن تضاهي البضاعة في العالم أجمع. إن شاء الله أن تدعم مزارعينا بإنشاء برادات، وأن تكون سيارات مبردة تنقل بضاعتنا من هنا إلى جميع أقطار الدول العربية. وأهلا وسهلا فيكم. مكتب السيد الرئيس أهلا وسهلا بك في شمال فلسطين في محافظة طول كرم، أنكم غدا ستذهبون للصلاة في المسجد الأقصى، فلا تنسونا من دعواتكم إن شاء الله. وهنا كما نشكر الأخوة في الأردن، المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وشعبا وحكومة، هؤلاء الأنصار الذين أو إخوانهم المهاجرين في الأردن وقاسمونا أرضهم وماءهم وهواءهم وطعامهم، نشكرهم ونتمنى للأردن أن تبقى إن شاء الله آمنة مطمئنة كما قال سيدنا إبراهيم في الكتاب العزيز عندما دعا ربه، قال: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. دعم ثان وجد وباقي هذول اخواننا، يعني اخونا نشأة الدكة هلا بتلقاه من هنا ونص عيلتهم اولاد عمه هنا، بس بقدرش. اخواننا في دير الغصون نفس الشيء، هاي القرى كانت جزء اذا بده يزورهم يا سفير. الجدار هاي اللي بنورجيك اياه سعادة الشيخ، يعني جدار عندنا هنا. تفضل عمو ثابت، تفضل تعال. ابعد. طبعا المرة الأولى توفت وبدور على الثانية، هاي أهم شيء جزات واسبس. تفضل عمو ثابت. تفضل اشرح لنا عن البير. وين قديش صار لك بتشتغل؟ أنا بشتغل يا سيدي من 24 من 12/4 ل 64 بالضبط. ما شاء الله. متجوز عمو ثابت؟ رحمة الله عليها. سنة واحدة عندك بال عندي مكان. قديش عندك عمو ثابت الحفظ الله؟ عندي ولدين بنتين. ما شاء الله. وانت؟ يعني 24 ما راح تكلف. هذا البير بكفي طيب له. هذا بير من عشرات الآبار. تشتغل 24 ساعة مرة 36 يوم. كرسي بس قبل ولا يستلم. 36 يوم مرة شغال هو واحد مكفي. 36 يوم. تفضل عمو ثابت استريح. شكرا لك. أساسا ما راح يصير شيء كذا ذاك الأرض. أخذوا الأرض.
هذا الخط الفاصل الشارع. هذا الجدار. الجدار طلع هون جابوه، طلع هون رجعوه للدير، هيدي الاصول طلع لهم جابوه. كله شجر زيتون، كله ابائنا واجدادنا زرعوه. هاي الكره هاي عتيل، هاي دير الغصون، هذيك علار، صيدا، زيتا، هذا كل على هذا الارض الناس بتعاني. كل هذا اللي شايفه طبعا هذا شيء ايجابي مقارنه مع انه في احتلال. اذا احنا رغم وجود الاحتلال والمعيقات اللي موجوده الا انه في مستوى الصمود هذا نعم في تحدي. كل انسان كل مزارع منهم التصوير هذا بطبع يعني هذا عملوه اصحابه عشان ما له سوق. مرشوش هذا ولا لا؟ لا 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 يعني يؤكل كل منه كل مش مرشوش. هذا سعاده الشيخ اذا بده يطلع من هنا يوصل عندكم على اسواقكم او بالخليج اذا ما كانش هذا غالي عنا نلون. هذا فقط تحديد الاردن 16 مشتاق يعني 16 بلد كلف 4500 شيكل يعني حوالي 1500 دولار بس في هالمسافه اللي عباره عن 60 كيلو بس الجسر. لما توصل الاردن لسه لما تنتظر براد ثاني من الاردن لدبي او لدبي كمان تكلف تكلفه. ايش تنقل في براد؟ براد لدبي 25,000 درهم. ممنوع نفس البراد يمكن من هون يمكن على نفس ممنوع البراد. سياره مفتوحه امنيا يعني. الاردن نفس الشيء عطبليه وبعدين براد. هسه في مفاوضات مسووها دور تو دور تطلع لها مثلا لما بندخل برضه من الاردن على هون باك تو باك. هم لن يعملوا هذا الشيء، هم سيسعوا انه احنا نهجر الارض، ما حيسهلوا علينا نطلع حبه فلفل ولا حبه خيار ولا حبه بيت. هم كل اللي بيعملوه عشان احنا نترك الارض ونرجع. شغلان احنا كلها تدار علاجي جماعي. هلا مثلا عندنا حشره البيضاء اسمها سعاده الشيخ هذا زعتر. هذا زعتر بنعمل منه الدكه والنحو. مسك والصوف بسكر الباب المداخل المي بتبلش تنهش، المي بتغرق كل المزارع. الظلم اللي واقع علينا مش واقع على حد، كل شيء بحاربونا فيه، حتى المي اللي بتنزل من عند رب العالمين بحاربونا فيه. وكل لك قال نظف، طب يا عم شو بدنا ننظف؟ بقول لك يعني انتم طب يا عم بننظف، هي بننظف. هي الشبك حاطينه من هنا طلع من هنا اسمه بننظف، هسه نيجي نقترب هنا ننزل جرافه بطخوا علينا. طب تعال ننظفه برضه شو؟ طلع المي وين كانت على الشجر كلياته، هذا كان كله غاز. شو بدنا نساوي؟ صابرين ان شاء الله. هذا اول الموسم الحمد لله رب
فلسطين أو نعيش معاناتنا نحن في فلسطين، أن معاناة فلسطين والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني هي تحديات تواجه الأمة وتواجه الإنسانية، ويجب علينا أن يعني كدول عربية ودول إسلامية هذا الأمر يحيي أيضا قلوبنا ويجعلنا قادرين على تقديم واجبنا علينا. فصراحة في اليوم هذا أنا في زيارة هذه المعصرة المباركة للشجرة المباركة في الأرض المباركة أحمد الله عز وجل، وأسأل الله أن يتيح لنا فرصة تقديم العون لهذا الشعب الصامت، وبداية المطاف هو تشخيص الحال، تقييم الاحتياج الميداني، بعد ذلك إن شاء الله نسأل الله أن ييسر السبل بدعم هذا الدعم مستمر وإن شاء الله سيستمر الهيئات والوزارة والإنسانية بدعم إنقاذ الطفل هذه، وسواء كان يكون معهم من ناحية مادية أو من ناحية معنوية. ولا تنسوا الناطق باسم الشعب الفلسطيني من المحافل الدولية، واللي هو الداعم الأساسي للقضية الفلسطينية. نتمنى لكم إن شاء الله ولسيودكم كل تقدم خير إن شاء الله. صور مع الشيخ. تعال جاي. درست كيف حالك؟ الله يرضى عليك. الله يعطيك العافية يا قطر من الأردن. تفضل سيدنا. تفضل سفيان. طبعا أختي تعالي. هذا معلش إلي ملك، أنا ملكة نور مثل الملك حسين صورة مثل يا الله. أجت علي على مركز بنتي شافها صورة تبارك الله بارك فيك. شو بدي أهدي؟ شو عاوزة بدي؟ وشو بدك تهدي لإخواننا بقطر حجي؟ نحطيهم النجاح والتوفيق رب العالمين ويحماهم. نبي صورة تبارك بعد. إن شاء الله. ونهديكم صورة تبارك. والله تعال كلمة الملكة. أنا سلم على سيدك. عاوزة الملكة. هذا حفيد أنا. مرحبا يا مرحبا. ايوه خليني بعيد بيجي. يا الله. هاي هنا حيفا، جبال الكرمل وحيفا، البحر بيكون لما بالشمس تكسر بيبين. بيبين. هذول اللي عند هاي لا هاي اسمها لا هاي اسمها ثانية. هذه احنا بنسميها بالرشراش تبع الكرمل. وهاي الخضيرة اللي هي اسمها كان كساريا، هي اللي جاي، هذول الأعمدة في المي، وهي البنايات بالكساريا. أنا جناب اليوم أذكر في هاي البلاد الفلسطينية عكا الشمال والجبل هذا ولا مباشرة هاي لا هاي باكا الغربي. هاي جت اللي محدد جت دغري هنا. هاي باكا الغربي. هذول اذا بتقرا اليوم انه في طوب عالي.